السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحه جيده. مرحبا بكم في قناه بيت حنونه. كما راكم تشوفوا وصفتنا اليوم وصفه حريره اكسبريس كيما تاع العراس. صدقوني انها تجيكم كيما تاع العراس. تبعوني وشوفوا الوصفه وقولوها لي في التعليقات مع الاخير، يعني راني نستنى في الردود نتاعكم. لهذه الوصفه في قدره هنايا درت شويه نتاع اللحم، يعني طراف تاع اللحم، كل سواء اللحم تاع الغنمي ولا الدجاج ولا حاجه اللي عندك. انا هنايا كانت عندي 200 كوتلات، درتها في شويه تاع زيت ونقليها مليح. قلوه هنا اللحم مليح باش يعطي النكهه هذيك نتاع القليان نتاع اللحم. دوك نروحوا للبلاندر تاعنا، ندير هنايا 2 حبات نتاع بصل، ونضيف لها 2 حبات نتاع كروطه، وندير قضبه نتاع قزبر. كما تعرفوا الحريره تبغي القزبر بزاف، تجي مليحه فيها، يجي فيها بزاف مليح القزبر. هنايا نزيد كاس نتاع الماء وغادي نخلط كلشي. الا ما عندكش البلاندر ديري في الميكسور، ما كاش مشكله. فقط انك خاصك تزيدي شويه نتاع الماء باش يعني تعاوني لو بغا ميكسور باش يحيلك مليح. نجيبوا الخليط نتاعنا اللي درناه ونحطوه في القدره، ومن بعد هنايا ندير 2 حبات تاع طوماطيس غادي نطحنهم ونحطهم في القدره تاعنا. ومن بعد ندير التوابل اللي درت هنايا انايا نديرهم على دفعتين. دونك المره الاولى ندير الملح، ندير الحرور، ندير عود قرفه، وندير شويه زعفران. هذه هي المرحله الاولى اللي نديرها في الحريره نتاعي. ومن بعد غادي نمرق، نخلطه مليح. ومن بعد غادي نمرق انا المرقه على حساب، يعني الماء على حساب لا كونتيتي، يعني الكميه اللي انت راكي باغيتها في الحريره نتاعك. انا هنا درت قريب يعني قريب 2 نتاع لترات من الماء. وبعد نغطوا عليها ونخلوها طيب على غاليه ولا 2، ومن بعد نقصوا لها على نار مهيله. نروحوا لخليط الزوج نتاعنا واللي هو تاع التشيشه. هنا جبت كميه تاع التشيشه، يعني ماشي بزاف لانه تعرفوا بلي التشيشه غادي يعني تتقال لنا في الحريره. نزيدوا لها الفرينه على حسب ايضا لا كونتيتي تاعك نتاع الحريره. هنا درت 3 مغارف نتاع الفرينه. ونزيد التوابل نتاعي اللي هما الكرويه، سكنجبير، وندير هنا القزبر مطحون، ولا عندكم زريحه البسباس ضيفوا لها تجي حاجه مليحه. وهنايا نديروا الماء بارد غير بشويه بشويه باش ما يتكورناش الفرينه، يعني غير بشويه، والبارد في البارد، وايضا باش ما تكلظناش في الحريره نتاعنا. من بعد اللي طابت لي الحريره كما راكم تشوفوا هنايا، نقلع العود تاع القرفه ونقلع ايضا اللحم، نخلط مليح ونضيف الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا نتاع الخميره اللي نديروها. كما تعرفوا بكري كنا نخمروا والان مازال يخمروا الخميره، يعني تجي سي انكور ميور، تجي يعني تجي فيها البنينه تاع الخميره الحريره ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا تقريبا الحريره تاعنا راهي بخاسك كملت. نخلوها تكتك لنا مليح وتتجمر لنا مليح وتغلى مليح، باش من بعد مع التحريك المستمر بيان سور، وفي الاخير نضيفوا يعني شويه نتاع القزبر. الناس اللي تبغي بيان سور، انا نبغي القزبر نبغي بزاف القزبر في الحريره، فنبغي لها، يعني نبغي نزيد لها بزاف القزبر. كاين اللي ما يبغوش القزبر في الحريره، يعني لكم الاختيار. والحريره تاعنا راهي وجدت لنا، شوفوا ما شاء الله القوام يجي بزاف شباب. وصدقوني ان لوغو يجي كيما تاع العراس. علاش كيما تاع العراس؟ باسكو تاع العراس ما يديروش فيها الخضره بزاف تو سامبلومون، وحنا على باس تاعنا كيما تعرفوا الغرب ندير الحريره نتاعنا نديروا فيها الخضره. دونك جربوا هذه الوصفه ونسنى يعني تردوا لي في التعليقات باذن الله. ان شاء الله رمضان يدخل علينا وعليكم بالصحه والخير ان شاء الله. نتلاقاكم ان شاء الله في ساعه الخير. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان ربي والى الملتقى.